ايوه، ما تستغربوش، فعلا طرد امه من شقته. وطبعا اتدور عليا، ومش محتاجه اقول لكم عمل فيا ايه. واحد يطرد امه من شقته هيعمل في مراته ايه يعني؟ وبعديها جه حمايه وقال للايمن: اسمع يا ابني، انا لحد اخر لحظه دي مستحمل عشان مراتك وعيالك، بس قله الادب والصوت العالي بعد كده في البيت ده مش هسمح بيه. واللي عملته مع امك ده ما يتكررش تاني. دي اخر فرصه ليك هنا. وانا برضو مش صغير، وحر في بيتي، ومحدش يتدخل بيني وبين مراتي، عشان بعد كده اللي هيتدخل هحرجه. وده اخر كلام عندي. تصدق انت فعلا عيل قليل ادب، ولا حد بيطيقك، لا صحاب ولا اهل ولا جيران. خلاص الكل قرف منك، وطبعا الجيران قرفوا منك وتعبوا من الشكوى. وطبعا انت عارف